داخل أسيوط في مقابر الدولة نفسها ما بتمهدهاش وما بتدخلهاش معدات ولا بتقرب لها بعد المغرب. مش مكتوب عليها ممنوع الدخول، لكن أهل المنطقة عارفين اللي يدخل بيتحاسب. غرب أسيوط، جبل درنكة منطقة معروفة ومأهولة. ورا بيوت الناس في ممرات جوه الجبل، مقابر محفورة في الصخر من عصور مختلفة، فرعوني، قبطي، إسلامي. المنطقة دي اتسجلت في أكتر من بحث أثري كمكان دفن قديم ومتداخل، وده أخطر نوع مقابر. جرب اسأل أي حد كبير في السن في الوالدية أو نزلة عبد الله أو عرب المدابغ، هيقولك نفس الجملة بنفس النبرة: اقفل موبايلك وانت معدي وما تدخلش لوحدك، ولو سمعت حد بيناديك باسمك ما تردش. الغريب التحذير واحد من ناس عمرهم ما تقابلوا. في الإسلام المقابر ليست مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد، مش بس عبادة، لكن علشان المكان له سكنة أخرى. الجن بيعيشوا في الأماكن المهجورة، الجبال، المقابر القديمة. وفي فقه الجن في نوع اسمه عمار المقابر. سنة 2011 عام المقابر كان لسه جديد من عرب المدابغ، اتكلم مع شيخ معروف في المنطقة. قال إنه أثناء الحفر بيسمع تسبيح، خطوات، صوت نفس قريب من ودانه، والأغرب الأصوات بتختفي مع الأذان. دي شهادة متكررة، مش حالة واحدة. في مقبرة معينة جوه الجبل مقفولة بالطوب الأحمر من غير اسم ولا تاريخ. مش مقفولة عشوائي، مقفولة بطبقتين، كأن اللي قفلها كان بيحبس حاجة. أكتر من عامل رفض يشتغل عندها. نرجع فلاش باك لشاب اسمه محمود من عرب المدابغ، مش متدين زيادة ولا ساحر ولا بيحب القصص، هو يمكن فضولي بس شوية. قرر يدخل المقبرة سنة 2009 علشان يثبت إنها خرافة. دخل بعد العشاء. أول حاجة حصلت، الموبايل فصل، الساعة وقفت، صوت الجبل بقى كأنه بيكتم النفس. محمود قال إنه حس إن المكان له وعي، كأنه حد شايفه، وهو جوه سمع صوته: محمود. مش مرة ولا اتنين،